انا عاوز اوضح نقطه مهمه جدا في تركيب البانل. وبنعمل فوق فاصل بين الكار وما بين البانل بتاعنا في زاويه بتركب من فوق، ان شاء الله اوضحها لكم في صوره. يعني لو في ما نزلت من فوق في مطره ولا حاجه مش هتعدي خالص مننا، لان في زاويه فوق فعلا متعشقه داخل الخرسانه. السلام عليكم، معاكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي. النهارده معانا موقع في وسط البلد، عملنا سندوتش بانل. تعالوا نبص عليه. هنا البانل، طريقة تركيب البانل بالشاسيه. أنا عاوز أوضح نقطة مهمة جدا في تركيب البانل. لما بنيجي نركب بانل بنعمل شاسيه حديد محترم زي ما حضرتك شايفين كده، وبنعمل فوق فاصل بين الكار وما بين البانل بتاعنا في زاوية بتركب من فوق، إن شاء الله أوضحها لكم في صورة. بنركب زاوية، بين الزاوية دي بنعشقها داخل الخرسانة علشان خاطر تبقى داخل الخرسانه وفوق البانل، بحيث ان لو ميه نزلت ما تنزلش تعدي ما بين الفراغات الموجوده هنا. يعني لو في ميه نزلت من فوق في مطره ولا حاجه مش هتعدي خالص مننا، لان في زاويه فوق فعلا متعشقه داخل الخرسانه وجايب ميل. طبعا لازم البانل يكون بميل علشان خاطر اي مطر او اي حاجه ما تنزلش في الداخل. طبعا في طبقه عزل من فوق. طبعا الحاجات دي مش واضحه في الفيديو، ان شاء الله باذن الله في صور هعرضها على الفيديوهات بعد كده بتوضح طريقة عزل البانل من فوق وطريقة الفاصل اللي بيبقى بين الخرسانة وبيبقى بين البانل، علشان خاطر أي مطر أو أي حاجة في السقف ما تنزلش تحت فين في الشقة.